في بودابست عاصمة المجر دفعت الحكمة اليمانية إلى مسرح التقدم العلمي الأوروبي أصغر مخترع في العالم، الطفل اليمني أسعد الكامل في مجال العلوم التطبيقية تمكن من ابتكار جهاز كهرومغناطيسي لتوليد الطاقة البديلة، إضافة إلى ابتكارات أخرى حيرت الكثيرين. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. تربى على اعتبار الأشياء المستوحاة من الخيال العلمي افتراضات إلزامية التفكير ومن ثم الاختراع، أشياء قد تندرج ضمن معايير التطوير العلمي أو الابتكار أو الاختراع، لكنها تؤصل في عموميتها إبداعا لأصغر مخترع في العالم، ذلكم الطفل اليمني أسعد الكامل الذي التقيناه بصحبة طاقم برنامج عقول يمانية. بعقل طري على مضنيات الباحثين في عوالم الطاقة، ابتكر أسعد جهاز كهرومغناطيسي لتوليد طاقة بديلة للسيارات عوضا عن الوقود التقليدية. فهذا المحرك اخترعته لأنني أرى أن ثقب الأوزون سيتوسع وستحصل مشاكل كبيرة والاحتباس الحراري، وأيضا لأن البترول سينضب البترول، وعندما ينضب ستحصل كوارث. السيارات كلها تعمل بالبترول، بدون البترول لا حركة، حتى توليد الطاقة تعمل بالبترول. هذا الطفل المعجز الذي يعد مصمما للمواقع الإلكترونية وتقنية الجرافيك اخترع جهاز تحسس يوضع في مقدمة السيارات يمتص الضربات التي تتعرض لها الكائنات الحية أثناء الأحداث المرورية. أنا دائما أستفيد من التكنولوجيا الحديثة، فلدي اختراع ثاني أيضا استفدت من سيارة أخرى في اختراعه. في الرادار مثلا، أنا اخترعت هذا الجهاز عندما مثلا قرأت أن الجالي يمتص الصدمات، وقرأت أنه موجود رادار يحس بالمسافة، موجود أيضا كاميرا حساسة للحرارة، فاخترعت هذا الجهاز الثاني. لم يتجاوز 10 من عمره، غير أن كل جوانب الحديث عنه تفرض التهيؤ لمحاكاة عبقرية طفل ألم كثيرا في المجالات علما. أنا من وجهة نظري أحب أن أطالع في الإنترنت أكثر، لكن طبعا الكتاب هو لن نستغني عنه أبدا. فبقدر ما هو البليغ في نظم القصيد، فهو الرسام الذي حاز على المرتبة الثانية في العاصمة بودابست بجمهورية المجر، وله من اللغات 3: الإنجليزية والمجرية والعربية. محمد النقيب.